هنشوف مع بعض ازاي صورت كمخرج وكمدير تصوير بودكاست من تقديم خالد جواد وبازوكا من انتاج شركة العدل جروب. كان عندي 3 أيام بس للتحضير. حاجة زي كده أنا كمخرج كل تركيزي إن الهوست أو مقدمين البودكاست يكونوا مرتاحين 100%، لأن الناس دي لو صوروا البودكاست ده بالموبايل الناس هتفرج عليه برضه وهينبسطوا بيه. فأهم حاجة بالنسبة لي التلقائية وإنهم يكونوا مرتاحين. أول حاجة فهمت من خالد جواد فكرة البودكاست، ومع بعض فكرنا في الفورمات. يعني هل إحنا بودكاست روتيني قاعدين ولا بنتحرك؟ هل هيكون فقرة واحدة؟ واتفقنا ان التحضيرات هتبقى بسيطة مع الضيوف علشان برضو يكونوا مرتاحين ويكون فيه تلقائية. واتفقنا في الاخر ان البودكاست هيكون بالشكل المتعارف عليه، فورمات طبيعي كأي بودكاست، مفيش شيء جديد، يعني تقدر تقول قعدة دردشة. اول حاجة خدت قرار ان مش هقول اكشن وكات ويلا بينا وبدأنا ويلا نوقف التصوير ويلا نبدأ التصوير، او احسس الضيوف او الهوست انهم بيتصوروا اصلا. انا هدور الكاميرا من غير ما هم يعرفوا، ودي الاستراتيجي اللي على اساسها هظبط واخد القرارات في كل حاجه. يعني لازم السيت اب يكون سريع وجاهز ومش مشتت للضيوف. حلو قوي، اتفقنا على الفكره وشكلها هتتنفذ ازاي. الديكور حاجه مهمه قوي، وده كان اول سؤال سالته، مين الارت دايركتور معانا؟ وابتدينا نشتغل على كذا حاجه بالنسبه للديكور. وطبعا لضيق الوقت 3 ايام مهندس الديكور حط تصور، لكن خالد ما كانش مرتاح ليه قوي. وزي ما قلت لكم انا واخد قرار من الاول ان الهوست والضيوف يكونوا مرتاحين. وايوه يا جماعه، نوع الشغل ده الهوست فيه بيكون ليه راي مهم جدا، لازم كل حاجه تكون مريحاه زي ما اتفقنا. فكان القرار قبل يوم التصوير بيوم واحد هو اننا هنعمل ستايل المسرح، وكانهم على خشبه مسرح وفي ستاره حمراء وراهم. اسهل ديكور في العالم لكنه مناسب قوي. وكده حضرنا كويس وجاهزين للتصوير. تعالوا مع بعض نشوف توزيع الاضاءه والكاميرات المستخدمه. يلا بينا. ديكور البودكاست كان عباره عن جزئين، الجزء اللي على اليمين وده اللي هيتصور فيه البودكاست ب3 كاميرات، والجزء اللي على الشمال وده هيتصور فيه فوتوشوت ستايل او البرومو او التيزر بتاع البودكاست. وكان المكان اللي معمول فيه الديكور فيه شبابيك مصادر نور، واحنا بنصور بالنهار وما كانش ينفع ان احنا نصور بالليل، كان لازم نصور بالنهار. فكانت الشمس هتدخل نور، فكان الحل ان احنا لازم الشبابيك دي تكون مظلمه تماما علشان ما تدخلش اي نور للسيت اب بتاعنا. ضلمنا ازاي الشبابيك؟ ضلمناها ببساطه عن طريق اكياس البلاستيك السوداء دي او اي ماتيريال سوداء عندك. هو يفضل طبعا ان هو يكون قماش اسود، وده هيكون افضل علشان يمنع نور الشمس بشكل كويس. قبل توزيع النور احنا محتاجين نعرف ايه عدد الزوايا اللي معانا. احنا معانا 3 كاميرات، كاميرا واسعه جايبه اللوكيشن كله او الديكور كله والضيوف كلهم، وكاميرا ضيقه جايبه مقدمين البودكاست وهم خالد جواد وبازوكا، وكاميرا تانية جايبه الضيف. خلينا نقول عموما انت كمدير تصوير لما تيجي تشتغل على توزيع نور لمشهد سواء في فيلم او اعلان او بودكاست، انت بتشتغل دايما على الزاويه الواسعه، اوسع زاويه الكاميرا هتشوفها. في حالتنا دي هي الزاويه اللي مبينه الديكور كله والضيوف كلهم، هي دي الزاويه اللي هتخليك تفكر النور هيكون شكله عامل ازاي وتوزيعة الإضاءة هيكون شكلها عامل ازاي. تاني حاجة، طول ما انت عندك عدد شطات أو لقطات كبير وهتشوف الديكور من كذا زاوية، فده بيخليك تنور الديكور الأول وبعدين الأشخاص. هتنور الديكور بحيث يكون شكله منطقي ومناسب ولذيذ. بعد كده هتركز على الزوايا الضيقة بتاعة الضيوف انها تطلع لذيذة برضو، وفي الزوايا الضيقة دي بتعمل شوية تحسينات بسيطة في النور، سواء هتشيل او هتضيف او هتعدل حاجة على الإضاءة بتاعتك. توزيعة الإضاءة كانت بسيطة جدا، وهي ان انا هستخدم ككي لايت او كضوء رئيسي فورزا 300 باي كولر مع بيلا او لانترن او بالونة، وهي من الاخر حاجة توزع الإضاءة في كل الاتجاهات، لان انا عايزها تكون الكي لايت لل3 شخصيات اللي هيكونوا قاعدين على الترابيزه. وبالنسبه كباك لايت او الاضاءه اللي هتنور الديكور وهترمي شويه على الشخصيات من ظهرهم، وهم هيكونوا تيوبات نان لايت 420 سنتي عليهم جريد علشان ما ينوروش في كل حته، ينوروا بس على الجزء اللي انا محتاج ان هو يكون منور. ومن الناحيتين يمين وشمال هستخدم اضاءتين جودوكس مع سوفت بوكس مع جريد علشان يدوا باك لايت للشخصيات، وفي نفس الوقت يكونوا فيل لايت للشخصية اللي قاعدة مواجهة للإضاءة. آخر حاجة ان انا هيكون معايا هيد 300 واط مع بيلا او لانترن، وده هستخدمه في حالة لو انا حسيت ان النسب او الكونتراست عالي في الصورة، خصوصا ان الترابيزة حجمها كبير فوارد جدا يكون تحتها ضلمة شوية، فممكن استخدمها وممكن لا. خلينا نقول ان التحضير او توزيع الاضاءة على الورق قابل جدا ان هو يتغير في اللوكيشن، وده اللي هنشوفه دلوقتي.
يعني اول حاجه غيرتها بالنسبه لي وهو ان انا لو كنت هستخدم الهيد مع اللانترن او البيلا كان هياخد مساحه كبيره قوي، وانا عندي السقف مش عالي كفايه علشان يقدر ان انا ارفع بالبوم الاضاءه دي او ان انا اعلقها في السقف اصلا، لان السقف عندي هنا مفيش فيه اي حاجه اقدر اعلق فيها الاضاءه بتاعتي. فاستخدمت اضاءه جودوكس فليكسيبل، اضاءه بتتني، فهي رفيعه جدا ما بتاخدش مساحه، واقدر برضو ان انا احط عليها موديفاير او سوفت بوكس، واقدر ان انا برضو استخدم عليها لو حبيت اكيشها من اليمين او الشمال. وبصراحه اضاءه لذيذه جدا وكانت مفيده قوي في السيتويشن اللي احنا كنا فيه ده. واستخدمت مع السوفت بوكس اللي هو بيكون موجود مع الاضاءه ان انا حطيت ماتيريال بيضه او ديفيوجن اكتر علشان تنعم الإضاءة أكتر وتخليها تنتشر أكتر على اليمين وعلى الشمال. بس عملت عليها تعديل بسيط، وهو إن أنا حطيت الماتيريال السوداء اللي انتوا شايفينها دي، ودي علشان تقطع النور من ناحية عدسة الكاميرا الواسعة، لأن الزاوية الواسعة كان حاصل فيها جلير، فعشان كده استخدمنا الماتيريال السوداء دي علشان تقطع الجلير ده. واستخدمت كباك لايت وكفيل لايت هيد جودوكس 200 واط مع سوفت بوكس مع جريد، وده علشان يدي باك لايت للشخصيات اللي هيكون الهيد في ظهرهم، ويكون كفيل لايت للشخص اللي هيكون في مواجهة الهيد نفسه. ونفس سيت اب الهيد ده هيكون موجود الناحية التانية على نفس الارتفاع علشان يعمل نفس الغرض، هيكون باك لايت للشخصية اللي الهيد في ظهرها، وهيكون فيل لايت للشخصية اللي في مواجهة الهيد. وده كده كان سيت اب اضاءة البودكاست. اما بالنسبة للسيت اب الجانبي الخاص بالفوتوشوت ستايل او البرومو، استخدمت هيد جودوكس 600 واط مع سوفت بوكس، لكن السوفت بوكس ده كان واخد شكل طولي شوية، وده علشان يدي رول اوف او تدريج للاضاءة شكله حلو على وشوش الشخصيات، وما تبقاش الاضاءة هارد او سايد للشخصية، او في نفس الوقت تكون فلات لو هنخليها في نفس مكان الكاميرا بالظبط. وبرضه خلينا نقول ان انا استخدمت اضاءة 600 واط علشان هيكون في فوتوغرافيا، ده حاجة اولى. وحاجة تانية ان انا هصور حاجات سلو موشن، فانا محتاج اضاءة الاوتبوت بتاعها عالي. ولما نرجع لتوزيعة الاضاءة او الفلور بلان هنلاقي ان انا ما استخدمتش الاربع تيوبات او النان لايت تيوب اللي هم كان وظيفتهم ان هم يدوا باك لايت للشخصيات، وده لان الهيدين اللي كانوا موجودين على السايد ادوا الباك لايت بشكل كافي للشخصيات سواء على اليمين او على الشمال. وبرضه هتلاقي ان احنا ما استخدمناش هيد الجودوكس 300 واط اللي كان وظيفته ان هو يعمل فيل، ده لو في حالة ان في شادوز من الترابيزة او في شادوز احنا مش عايزينها فكنا هنستخدمه كامبيانت. استخدمت 3 كاميرات سوني اف اكس 3 مع 3 عدسات 24-70. وليه اخترت الكاميرا دي بالذات والعدسات دي؟ اخترت الكاميرا دي علشان البادج بتاعتي ما كانتش هتسمح ان انا يكون معايا 3 اوبريتورز على كل كاميرا، ده في نفس الوقت اللي انا برضو مش محتاج ان الكاميرا تتحرك مع الشخصيات وهي بتتكلم، فكنت محتاج كاميرا فيها اوتو فوكس كويس اقدر ان انا اعتمد عليه. في نفس الوقت برضو انا محتاج ال3 كاميرات اقدر ان انا اعمل لهم اوبريت، ان انا ادوس رولينج واكت عن طريق ابلكيشن او عن طريق الموبايل، مش محتاج ان انا اروح لكل كاميرا كل شويه كل ما نوقف تصوير او كل ما نبدا تصوير. وكانت السوني اف اكس 3 هي الكاميرا اللي فيها المواصفات دي. استخدمت عدسات 24-70 عشان تقدر تديني الرينج الكويس لو محتاج ان انا اعمل زوم ان او اوت. حطيت على العدسات 3 فلاتر بولارايزر او بولا او سي بي ال، وده كان علشان يشيلوا اي ريفليكشن هيحصل من الترابيزه او ريفليكشن هيحصل على السكين تون بتاعه الشخصيات، لان زي ما انت هتشوف كده دلوقتي ان الباك لايت كان عامل ريفليكشن على الاشخاص من الجنب، فكان ضروري جدا ان الريفليكشن ده يتشال او اللسعه دي تتشال. وبرده كانت شالت ريفليكشن من على الترابيزه، ما كانش هيبقى لذيذ قوي، كان هيشد عينينا برضه. بالنسبة للسيتنج بتاع الكاميرا انا كنت محضر ان انا محتاج اصور 4K HS 25 فريم بير سكند، شطر 1/50، 10 بت دبس علشان التلوين، وطبعا هنصور S-Log وهيكون في لوت موجودة على المونيتور عشان نقدر نشوف اللوج كريك 709. والوايت بالانس 4500، فتحة عدسة 4، وده علشان الاشخاص لو هتتحرك تطلع قدام شوية او ترجع ورا شوية ما يخرجش من الفوكس او كده. وطبعا زي ما انت شايف اللي احنا بنبقى محضرينه ده ممكن نغير فيه شوية، يعني ممكن اغير الايزو الى 1250
او فتحة العدسة اخليها 2.8 او 3. وطبعا اللي انت بتبقى محضره ده وارد جدا تغير فيه في اي لحظة علشان تطلع بنتيجة افضل. وبس كده يا سيدي، دي كانت كل تفاصيل عن تصوير بودكاست ليه كده. وبشكر كل الكرو اللي اشتغل معايا على البودكاست ده، كانت تجربة لذيذة جدا. اتمنى ان الحلقة كانت مفيدة ليكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك علشان تشوف الحلقات الجاية ومفيش حاجة تفوتك. ولو عجبتك الحلقة بجد ادعي لي دعوة حلوة من قلبك. واخيرا اشوفكم الحلقة الجاية.